السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة جدا لطبق صدق كده اللي انتوا شفتوه ده من العيار التقيل. دي المقادير بتاعتنا. معانا طماطم وفلفل مقطع وطبعا الصدق والبصل أبيض مقطع جوليان، بصلاية يعني. ومعانا توم مفروم وعليه هريسة شطة. تمام. ودي طبعا أساسي الصدق بتاعنا. هنجيب طاسة على النار، على نار عالية نسخنها جامد. تمام. وننزل بالصدق بتاعنا كده عليها، بنكون مقطعينه كده زي ما انتوا شايفين كده. بنقطعه كده لقطع صغيرة شوية. تمام. بنديله بقى صدمة لما ننزل كده على الطاسة، مش بنحط اي دهون في الطاسة. تمام، لان هو بيبقى فيه اوريدي دهون بتسيح لما يسخن مع الحرارة وكده يعني. طبعا هنا بعد ما اخد الصدمة وقلبناه شوية على الوشين كده وظبطناه، نزلنا بالبصلاية كده في النص. تمام. ونسيبها تتشوح شوية كده مع الصدوق، ونقلبها كده تاخد صدمتها كمان مع الصدوق ويتقلبوا شوية كده حوالي 5 دقايق كده تتشوح وتتبل معانا كده تتكرمل مع الصدوق. وبعد شوية بقى كده بنجيب الفلفل بتاعنا اللي احنا مقطعينه وبننزل بيه. تمام. طبعا لو حابين يبقى حراق دي بيبقى مسألة شخصية بقى، عايزه يبقى حراق فلفل حراق فبينزل بيه حراق، اللي ما بياكلوش حراق فبينزل بيه بارد. تمام. وبرده بياخد شوية برضو تقليبة كده. بعد كده بننزل بالثوم المفروم بتاعنا وعليه الهريسة الشطة بتاعتنا. تمام. ونقلبهم بقى كده تقليبة كويسة كده مع بعض في الطاسة. تمام. الريحة كانت، عايزة اقول لكم الريحة كانت رهيبة. لو في كاميرا بتوصل الريحة الموضوع رهيب يعني. ونفضل نقلب برضو فيه كده على النار. تمام. شايفين بقى الدخان والريحة طالعة كده مقولكوش. هننزل بقى بعد شوية برضو بالطماطم بتاعتنا. دي طماطمية مقطعة هننزل بيها عليها تبقى في الاخر، وتفضل برضو نقلب شوية. وبعد كده بقى بننزل بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسود، شوية كمون وبابريكا، وشوية كزبرة جافة او ناشفة. تمام. الملح كنت حاطه انا مع الثوم المفروم رشة ملح، فمش هنضيف كتير علشان اصلا اوريدي الصدق بيكون فيه بهارات خاصة بيه، فبيبقى هو بهاراته موجودة فيه اصلا. فنخلي بالنا من موضوع البهارات وما نكترش الملح كتير عشان ما يبقاش حادق. هنا بقى نزلت عليه بشوية خل. ومعلقة صلصة جاهزة نزلت برضو كده هتضيف لها نكهة حلوة كده ومميزة. وبنقلبه بقى تقليبة كويسة كده في الاخر قبل ما نرفعه من على النار. تمام. وده كده في الاخر بعد ما رفعناه من النار. شايفين منظر الطبق ومنظر الطاسة قبل ما افضيه في الطبق رهيب بجد. لو جربتوا الوصفة دي هتدعولي، لانها سهلة جدا وبسيطة ومقدرها سهلة ومتوفرة. وصفة دي اصلا مشهورة هنا في اسكندرية. تمام. ومعروفة في المحلات. وفي الاخر كده بقى جبت ليمونة وعصرتها عليه. عايز بقى ساندويتشات كده ويتحشي ساندويتشات بيبقى رائع، او يتغمس كده زي ما تحبوا، بس الريحة والطعم رهيب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير
وكومنت حلو كده من قلبكم، واشتراك لأول مرة يشوفني. أنا اسمي أسماء، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر، ووصفة جديدة، ومع ألف سلامة.